السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايب الروحانية؟ ام جنى عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. حبايب قلبي، حبايبي، الكشف العاطفي هو طاقة مفتوحة تشوفوه او تسمعوه في اي وقت وليكم بإذن الله. خدوها بشارة من العبد الشكور لله، ولا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى. دخولكم على الفيديو يا حبايب قلبي ما هو الصدفة ابدا. في علم الروحانيات في رسالة جايالك حابة توصلك بإذن رب العالمين. في شيء جاي لك، في بصوا، المهم إن في حاجة عايزة توصل لكم، سواء من الحبيب أو من عقله اللاواعي، أو أنت كنت منتظر إجابة حاجة معينة. تعالوا مع بعض كده نبتدي ونشوف ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وأنت علام الغيوب، ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. تعالوا مع بعض حبايبي نبتدي كده ونشوف طاقتكم، طاقة الحبيب، طاقة الطرف الثالث. تمام، يلا مع بعض كده نقول بسم الله ونبتدي ونشوف ايه اللي يتم وايه اللي يحصل. يا ترى طاقة مين فيكم اللي هتبان الأول؟ انتوا تعرفوا ان انا متشوقة اكتر منكم انتوا. فهماني، انا عايزة اعرف ايه. ايوه، تعالوا شوفوا كده البطاقة اللي نزلت تجري دي. والبطاقة دي طبعا هي طلعت ايه؟ مقلوبة، بس احنا هنشوفها كده. الشخص ده ابتدى يتنازل عن كل شيء يا حبايبي في انه هو عايز يرجع لكم. بس خلي بالك الشخص ده مسيطر قوي قوي قوي، عنده ده السيطرة بعيد عنكم. هو شخص يعني ايه؟ مؤذي. بس انا شايفة يا حبايب قلبي ان الشخص ده هنا كمان، اللهم صل على النبي. بصوا كده حبايب ام جنى، الشخص ده بيدور على طاقتكم، بيبحث عليكم. الشخص ده يعني ايه؟ بيشوف طاقتك الروحانية، إيه، بيدور عليك. إيه، زي ما انت كده دخلت تبص على طاقته. واخدين بالكم؟ الشخص ده دخل بيدور، سأل حد عنك. الشخص ده لا، ده هيتجن، ده هيتجن، ده عايز يعرف أخبارك، عايز يعرف أحوالك. إيه، أنا بقول برافو عليكم في حركة، برافو عليكم إن انتوا وصلتوه لأنه هيتهبل ويعرف انتوا بتفكروا ازاي. الشخص ده نفسه قوي يعرف انت بتفكر ازاي يا صاحب الرسالة. حبايبه مش أنا، الشخص ده هيتجن، حرفيا هيتجن. بصوا انا عايزه اوريكم نظره عينه. شوفوا، بصوا، تايه، شارد. يمكن انا قصده اوريكم. شوفوا، بصوا هنا العرافه بتحاول ان هي تقول له مثلا يعني تنبيهات معينه، او كانها بتقول له ارشادات معينه يعملها معاك. وتعالوا كده نشوفوا العرافه دي قالت له ايه عنك، ونشوفوا كده يا حبايب قلبي إيه الشخص ده، يعني ايه اللي وصلوا عنك، وراح يسأل عن ايه او كشف عن ايه. فاهمني؟ دلوقتي هنعرف كل حاجة. الشخص ده عارف نفسه اول حاجة كده انه شخص مسيطر. حبايب ام جنى، الشخص ده دوخكم السبع دخات. ما تاكلوش من الوش اللي هو عامله دلوقتي، او من الوش اللي هو لابسه دلوقتي كده. يعني انا شايفه هنا طاقه حد. إيه، اللهم صل على النبي، شايفه طاقه شخص. إيه، دلوقتي هو جايب ايه؟ جايب لورا كده، اللي زي ما بيقولوا ايه، مهدي الوضع معاك. لكن هو بطبعه لا، هو بطبعه شخص مؤذي شويه، بطبعه شخص عدواني شويه. او يعني انا مش عايزه اقول لكم عدواني انه بيتخانق معاكم، لا، يعني مش مريح نفسه. حد مش عاطي نفسه راحة، واقف لك على الواحدة، بيسيطر، مؤذي، منتقد، بيحب دايما ينتقدك، بيحب دايما ان هو يضايقك، يقرفك في عيشتك. فانتي حبيبة قلبي، عارفة اللي هو زهقتي، تعبتي، قرفتي في عيشتك. الشخص ده قرفك في عيشتك حرفيا، شخص اذاكي نفسيا. فاهميني يا حبايب قلبي؟ الشخص ده اذاكم نفسيا، قرفكم. إيه اللي بيخلاكم تقولوا ايه ده؟ ايه القرف اللي احنا فيه ده؟ دي كانت علاقه ايه السودا دي؟ فاهمني؟ فاهميني يا حبايب قلبي؟ فالشخص ده يعني من النوع اللي خلاكم انتوا قلتوا ايه طب وبعدين، خلاكم وقفتوا واقفه مع نفسكم. وده بقى عندكم ستوب، مربط الفرس في الموقف دي او في الطاقه بتاعت النهارده. يعني ايه؟ هقول لكم يا حبايبي، الشخص ده لما لقاكم
حبايب ام جانا، الشخص ده لما لقاكم انتوا ابتديتوا تتراجعوا عن حبه، ابتديتوا تفهموا انتوا عايزين ايه، لان انتوا كنتوا تايهين في فتره، كنتوا شاردين في فتره، في فتره من الفترات انتوا اللهم صل على النبي كنتوا، لا كنتوا يعني بصوا انا عايزه اقول لكم كنتوا مسيبين له، مطنشين له، وبصوا اللي هو يعمل اي حاجه ماشي يا حبيبي، اللي انت عايزه يا عينيا، اللي انت عايزه يا روح قلبي. فالشخص ده افترى عليكي، افترى عليكي يا حبيبه قلبي، اشترى ضايقك جرحك. إيه، كان بصي كنت يعني ايه، كنت مستسلمه شويه لقراراته. إيه حبيبه قلبي، حبيبه قلب ام جنى، كنت يعني إيه، ايوه بتعرضيه وممكن تعملي مشكله وممكن تقولي له لا انت بتعمل ايه او تسوي ايه، لكن في النهايه كان رايه اللي بيمشي، حتى وانتي مش مقتنعه، وحتى لو رايه كان غلط كان رأيه اللي بيمشي عليكي في الآخر. وبعدين انت كنت بتتعاملي مع شخصية مجادلة، شخصية منتقدة، وعنده روح ومرارة يفضل يجادل فيكي من هنا ل100 سنة قدام. اللهم صل على النبي، صلوا على النبي. الشخص ده عايز يرجع لك يا حلوة، بس بصي بقى عايز يرجع لك بخناقة برضو. استغفر الله العظيم، كل ذنب عظيم. الشخص ده مؤذي قوي. خنقني انا ام جنى اتخنقت منه حرفيا، اتخنقت منه. عايز يرجع برضو بنفس السيستم، وبنفس انه يخليكي يا قلبي متضايقه وحزينه ومقهوره. على فكره انا شايفه هنا في طاقات رباعيه، تمام. طيب الشخص ده بيقول ايه هنا؟ بيقول انا عايز اوصلها لانها ما تنسانيش دقيقه، و... و... وحصل، وحصل، وحصل انك انتي يا قلبي مش عارفه تنسيه، وعايشه على الذكرى، على كل كلمه ما بينكم. انتوا بصي انا مش هكدب عليكي، انتوا في ما بينكم ايام حلوه، ايام حلوه مرت، وايام حلوه عدت، وايام حلوه وكلام ورسايل وحاجات جميله الصراحه. انا ما انا بنكر، انا مش بنكر، انا مش بقولك لا، بس برضو ظهر ما بينكم خناقات واختلافات من السما للأرض هنا اهو، تمام. حبايب ام جنى، خلي بالك احنا لسه ما شفناش طاقته مع الطرف الثالث مهدودة ولا متنيلة ولا وصلت لفين. طيب هنشوف، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هنشوف دلوقتي يا حبايب قلبي، اللي عايز قراءة خاصة يتواصل مع على الواتساب يا حبايب قلبي على 010 34 8 220 45. قبل ما انسى، اللي عايز قراءة خاصة مدفوعة الأجر، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. نشوف برضو الطاقة هنا هتقول لنا ايه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بصي هو حاليا، شوف انا امبارح قلت لك هو منتظر منك رسالة، النهارده هو فائد الامل في الرسالة دي، فائد الامل فيها حاليا، لان البطاقة دي طلعت مقلوبة. بس خلي بالك هو ابتدى يفهم انك انتي قلبتي يا قلبي على الوش التاني، لان دي طلعت لي كده، تمام. بصي يا حلوه، بصي حبيبه قلب ام جنى، هو عارف ان انت قلبتي على الوش التاني. الاول هو عارف ان انت حد طيب قوي قوي، طيبه جدا 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 وبريئه. ويا حبايب قلبي قراءه للرجل وللمراه، تمام، سواء اتكلمت بصيغه الرجل او بصيغه المراه. طيب
أنا شايفة هنا شخص بيتعامل معاكي حاليا من بعيد لبعيد، مرعوب إنه يقرب منك. دلوقتي في الطاقة دي فتحتي على الفيديو ده ومرعوب يقرب منك، مرعوب حرفيا. لا هو عمال يقول لنفسه لا 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 لا، اروح فين؟ دي تمسكني وتعملني وتبهدلني وتبستفني. لا، فاهمني يا حبايبي؟ طيب اللهم صل على النبي. شايفه حبايب قلبي ان الشخص ده هو بيقول ان هو عامل لك مليون حساب، ابتدى يعمل لك مليون حساب، ده ابتدى يدور عليكي، يعني ابتدى يدور ويشوف انت بتعملي ايه، انت رحتي فين، انت جيتي منين، وصلتي لايه في العلاقه، يا ترى بتعرفي حد غيره لما راح وسأل. وفي منكم اللي دخل ودور في فيديوهات، هو مش لازم يكون راح لعرافه يعني، في منكم ان هو دور ودخل شاف طاقتك، يعني دخل كده قال انت لو عايز تعرف اخبار عن الحبيب، فدخل يسمع طاقتك، يا ترى بتفكر فيا، يا ترى لسه انا في دماغها. فهو لا، هو لسه منتظر منك اللي جاي. مش هكدب عليكي واقول لك ان انتي نسيتيه، لا انتي لسه ما نسيتيهوش، لسه بتفكري فيه، لسه بتفكري فيه. تمام. طيب شايفة هنا برضو حبايب قلبي ان الشخص ده عينه عليكي في الرايحة والجاية، عينه عليكي، ما بينسكيش ولا عارف ينساكي، يعني هو لا عارف ينساكي ولا عارف يتخطاكي، خلي بالك من النقطة دي. وكأنك انتي بقيتي كده هو ختم على قلبه، اتقفل على قلبه بيكي، هو مش عارف يتخطاكي، مش عارف. لكنه كان ماشي هنا للبعض منكم مش للكل، ماشى ورا طاقة حد ظالم، ممكن أخت، ممكن أم، ممكن أب، بس هو حد كان قريب منه قوي، كان ماشي على خطاه من وهو صغير، اتربى على التربية المهببة دي، اتربى على القسوة، اتربى على الحقد، اتربى على الايد اللي تمد تاخد ما تديش. فانا شايفه ان الشخص ده، لا الشخص ده مش مش سوي نفسيا ليكي، او مش الشخص اللي انا يعني اكون مطمنه عليكي معاه. الشخص ده بيدور بس على براءتك، بتدور على براءتك بس مش اكتر. الشخص ده بيدور على انه ازاي يملكك، فاهمه الكلمه؟ ازاي يملكك، مش ازاي ان هو يعني يحببك فيه او كده، لا هو بيدور دايما على ازاي يملك فيكي اشياء انتي نفسك كنتي بتحاولي انك، يعني اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، كنتي بتحاولي تعديها يا حبيبتي. يعني حبيبه ام جنى، انت كنتي بتحاولي تعدي امور كتيره قوي، وانت كنتي بتقولي كده، بتقولي انا كنت بعدي يا ام جنى عشان الدنيا تمشي، مع اني كنت فاهمه، بس كنت بطنش، كنت بطنش عشان زي ما بيقولوا المركب تمشي وتعدي. ما كنتش اعرف ان الشخص ده هيجي عليه لحظه و... ويستهبل كده، وهو بمعنى اصح ساق فيها، ساق فيها بجد يعني. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طيب هو واقف دلوقتي في مكانه، واقف في مكانه، لكن خلي بالك ان هو عنده استعداد نفسي للأذية تاني،
تاني وتالت ورابع، وعنده استعداد كده تبقي في حضنه كده. بس هو بصي بيحطلك كده ايه، الخنجر. خلي بالك الشخص ده مش سهل، الشخص ده عايز يرجعلك عشان حاجة واحدة بس، انتي تكوني نسيتيه ورحتي لحد غيره. بصي 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 بصي، واقف يبص عليكي ازاي من الباب. شايفة ولا مش شايفة؟ اهو اهو واقف مستخبي ازاي يبص عليكي زي الثعلب المكار. بصي انا عايزة اجيبهولك بس عشان ايه النور ما يضربش في اهو. وبالفعل انتي ابتدى قلبك يرق ويحن لحد غيره. هو بقى لا يسيبك في حالك، لا يسيبك تتهني، يسيبك تشوفي حياتك، لا، ابتدى يحس بقيمتك بقى يولع. الله، ما انت سبتها عشان حد غيرها ودلوقتي حليت عشان لقيتها هتقدر تعيش من غيرك. تعالوا نشوفوا طاقة الطرف الثالث عشان انا كده كل حاجة ظاهرة قدامي بأمر الله. قاعدة تبكي، قاعدة تبكي، الطرف الثالث مقهورة وبتبكي يا حبايبي. هو اتخانق معاها خناقة سودة وادى ظهره ليها ومشى. حاليا هو نيته مش سالكة للطرف الثالث، مش سالكة لها خالص. حبايب قلبي اكتفي بكده القراءة النهاردة عشان تقدروا تستوعبوها. كانت معكم الروحانية أم جنى. شكرا حبايبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا يفرح قلبكم ويكبر بخاطركم ويرضيكم، يكتب عليكم الخير والسعد والهنا.